من اسبوع كده يا جماعه وانا بقلب في امازون كنت عايز اشتري سماعه بلوتوث تكون سبير عندي في المكتب. انا بستخدم سماعه هواوي فري بودز برو، عندي هي السماعه الاساسيه ومؤديه الغرض معايا، لكن قلت عايز اشتري سماعه كده تكون خفيفه تكون سبير عندي في المكتب، بحيث ان انا لو نسيت السماعه بتاعتي الاساسيه اقدر استخدم التانيه. وانا بقلب كده في امازون قابلتني السماعه ديت. في البدايه كده يا جماعه عايز اقول لك ان السماعه ديت ما عليهاش اي براند، انت مش هتعرف الشركه المصنعه ليها لان فعليا مش مكتوب عليها هي تابعه لاي شركه. وكل اللي احنا نعرفه عن السماعه ديت ان هي بتيجي بموديل M48 برو. عايز اقول لك ان المواصفات بتاعتها، وانا يعني قبل ما اشتريها عجبتني المواصفات بتاعتها، فقلت مش مشكله نشتريها ونجربها ونشوف هل هتطلع كويسه ولا لا. بالفعل يا جماعه عايز اقول لك ان السماعه ديت فاجئتني بالاداء بتاعها، وده اللي احنا هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده. وهنجرب المايك بحيث ان انت تقدر تحكم على المايك بتاعها، هل المايك بتاعها كويس ولا لا، وهل تستاهل ان انت تشتريها ولا لا. تابعوا معانا الفيديو للاخر. اهلا بيكم. زي ما قلنا في بدايه الفيديو فهتلاقي الكرتونه بتاعه السماعه البلوتوث اللي معانا مفيش عليها اي اسم براند او شركه اللي عملتها، زي ما انتم شايفين كده كل المكتوب عليها ان هي بتيجي بموديل M48 برو. ده شكلها هنا كده، اللي بيميزها هنا ان هي بتيجي بلوتوث فيرجن 5.3. رحنا كده بصينا على اهم الملحقات بتاعتها، فبيجي معانا هنا كابل من نوع التايب سي، ويجي معاها قطع السيليكون ديت بثلاث مقاسات، في هنا مقاسين وبيجي معانا مقاس ثالث هنا في السماعه. لو جينا بصينا على تصميم السماعه تيجي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، شكلها انيق جدا وممتاز. بيظهر معانا هنا شاشه خارجيه بتبين لك مستوى الشحن بتاع البوكس نفسه، وفي نفس الوقت هنا برضه زي ما انتم شايفين بيجيب لك ان هي بتشحن السماعه الليفت او الرايت. هنا في نفس الوقت هيظهر معانا من تحت كده، فيظهر معانا منفذ الشحن من نوع التايب سي. لو جينا اتكلمنا عن البطاريه، فعايز اقول لك ان البطاريه بتاعه الكيس نفسها ديت بتيجي بحجم 230 ملي امبير. علشان تقدر تشحنها عن طريق التايب سي فهي هتقعد معاك حوالي 2 ساعه علشان تبقى فول تشارج، تشحنها بشكل كامل خلال ساعتين. بالنسبه للوزن بتاعها فهو وزنها حوالي 34 جرام، وزنها مش تقيل جدا زي ما انتم شايفين. الخامة بتاعتها من البلاستيك، خامتها ممتازة جدا. بجانب الشاشة الخارجية اللي احنا قلنا عليها بيظهر فيها هنا مستوى الشحن بتاع الكيس، وفي نفس الوقت برضو بيظهر فيها ان انت بتشحن السماعة الشمال او السماعة اليمين زي ما انتم شايفين كده. لو جينا بصينا على السماعات نفسها، هنطلع السماعات تظهر معانا السماعات دي كده. زي ما انتم شايفين السماعات دي بتيجي بتصميم الان اير اللي هي بتدخل في الاذن. زي ما انتم شايفين كده برضو عايز اقول لك ان فيها مايك من تحت هنا، وبيقولوا برضو ان فيها مايك من فوق، يعني كل سماعة فيها مايكين، وده حسب المواصفات اللي مكتوبة في العلبة ان هي فيها كل سماعة فيها مايكين. في نفس الوقت برضو عايز اقول لك ان زرار التاتش بتاعها موجود هنا، تقدر تتحكم في الصوت وتقدر تتحكم في الميديا، سواء تجيب تقدم تأخر الكلام ده كله من خلال زرار التاتش الموجود هنا. تصميم السماعات زي ما انتم شايفين كده تصميمها حلو جدا بصراحة، وزنها خفيف، وزن السماعة الواحدة تقريبا 8 جرام. بالنسبة للبطارية فانا عايز اقول لك ان السماعة الواحدة فيهم بتيجي ببطارية 35 ملي امبير، هتقعد معاك شغل كامل من 3 الى 4 ساعات. يعني تقريبا انا قعدت معاها حوالي 3 ساعات ونص مع الصوت العالي، يعني مشغلة على اخر حاجة، وقعدت معاها حوالي تقريبا 3 ساعات ونص. ده بالنسبة للبطارية. زي ما احنا قلنا ان هي بتيجي بلوتوث فيرجن 5.3، يعني هيكون في استقرار اكتر، مستوى الصوت احسن بكتير. عايز اقول لك برضو ان المسافة بين السماعات ديت وبين الموبايل بعد ما تربطها بتقعد معاك تقريبا يعني 10 متر، ده المسافة بين السماعة وبين الموبايل. لو جينا كده نقيم السماعات ديت من حيث الصوت، فانا عايز اقول لك ان انا بعد ما جربت السماعات ديت في الميديا فاجئتني بالاداء بتاعها. الصوت بتاعها قوي جدا 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 بمعنى الكلمة، البيز بتاعها فوق المتوقع. ما كنتش متوقع كده بصراحة ان سماعة بالسعر الرخيص ده تيجي بيز ونقاء صوت بالوضوح ده. يعني اقدر اديها يعني بنسبة 95% بالنسبة للصوت بتاعها، لان الصوت بتاعها نقي جدا، البيز بتاعها قوي جدا جدا. بالنسبة للمايك فانا هسيب لكم دلوقتي عملنا كده تيست للمايك بتاعها، وانت تقدر تحكم تشوف هل المايك بتاعها يكون مناسب ليك ولا لا. السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. احنا دلوقتي يا جماعه بنجرب وبنعمل تيست لمايك سماعه M48 برو. الصوت اللي انتم سامعينه ده احنا في مكان مفتوح وحوالينا عربيات، او بمعنى صح احنا سايقين وحوالينا عربيات دلوقتي، والراديو شغال وفي هواء برضه حوالينا. مش عارف هل انتوا سامعينها كويس ولا لا. انتوا هتقدروا تحكموا من خلال الريكورد اللي احنا بنعمله دلوقتي. هنروح مع بعض دلوقتي هنقفل الازاز وهنقفل الراديو وهنحاول برضه ان احنا نتكلم بصوت هادي جدا، بحيث ان انت مثلا لو في مكان مغلق او في الشغل مثلا هنشوف الشخص الثاني هيكون سامعك بوضوح ولا لا. احنا دلوقتي كده يا جماعه طبعا قفلت الازاز، مفيش دوشه خالص. الصوت اللي انتوا بتسمعوه دلوقتي ده من السماعه اللي احنا بنتكلم عنها النهارده اللي هو M48. مش عارف هل في دوشة ولا لأ. أنا بتكلم بصوت يعني واطي جدا، مش معلي صوتي علشان نحاول نجيب جميع الاحتمالات، سواء أنت في مكان مفتوح أو في مكان مغلق، ونشوف جودة الصوت بتاعت السماعة دي. بعد ما وصلنا لنهاية الفيديو وعرفنا أهم المميزات وأهم العيوب اللي موجودة في السماعة ديت، موضوع يرجع لك برضو وأنت تقدر تحكم هل السماعة ديت هتنفع معاك ولا لا. أنا سايب لكم تحت لينك الشراء لو أنتوا حبيت تشتروها. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب وتتابعونا على الفيسبوك وانستجرام وتويتر لو أنت مهتم بالتقنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.